شايفين البان كيك الحلو ده؟ هش كده ولذيذ ولونه حلو. عايزين تطلعوه باللون ده وبالهشاشة دي؟ شوفوا الفيديو ده للآخر. وكمان قصة ان احنا نحط زبدة او زيت في الطاسة قبل ما نحط خليط البان كيك طلعت ملهاش اي اساس من الصحة. بصوا لونه، بصوا الهشاشة عاملة ازاي، حلوة جدا جدا. من أسرار الهشاشة واللذاذة في البان كيك اللبن الرايب. فهنحتاج 3/4 كوباية لبن رايب أو خليط لبن وخل. 3/4 كوباية من اللبن ومعلقة كبيرة من الخل أو معلقة ونص كبار من الخل. هنسيبهم على جنب ونبدأ بقى في المكون اللذيذ ده. هنجيب تفاحة نقشرها ونفرمها كويس جدا بالشكل ده ونخليها على جنب. هنبدأ بقى في المكونات الجافة. استعملت كوباية ونص من الدقيق وأنا هكتب لكم بالظبط الكمية دي طلعت قد إيه بان كيك ميني بان كيك وبان كيك كبير. وعلى الكوباية ونص دقيق هنحتاج معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. كده خلصنا المكونات الجافة. المكونات السائلة معانا بيضة، وعليها طبعا حوالي معلقة كبيرة من الفانيليا، وحوالي 3/4 كوباية من السكر. طبعا ممكن تستخدموا عسل أو أي بديل تاني، بس بلاش سكر دايت علشان الأطفال. هنخلط الخليط ده كويس جدا مع بعض، وبعد كده هننزل بالتفاح. بنستنى لغاية ما يبقى اللون كريمي بالشكل ده كأننا بنعمل كيك بالظبط، وده بيساعد في الهشاشة بتاعة البانكيك. ضفت بعد كده كمية اللبن الرايب أو اللبن مع الخل وهنخلط كويس، وبعد كده بنزل بحوالي معلقتين كبار من الزيت. لو تحبوا تستبدلوه بمكعب زبدة زي ما تحبوا. بس كده هنخلط بقى المكونات دي وهنضيفها لخليط الدقيق ونقلب كويس جدا لغاية لما تختفي أي تكتلات من الدقيق لغاية ما يبقى كريمي تماما. طبعا ممكن تستخدموا المضرب الكهربائي زي ما تحبوا. هنجهز بقى الطاسة، ودي بقى أهم خطوة في الموضوع كله. الطاسة تكون مش مدهونة خالص، نسخنها على نار عالية، ما يكونش فيها أي دهون وما يكونش فيها أي خدوش يا ريت عشان مفيش حاجة تلزق. بعد كده هنهدي النار خالص ونبدأ بقى ننزل بالخليط بتاعنا بالطريقة اللي تحبوها. أنا فضيت الخليط في كوباية كده سهلت كتير جدا، كوباية معيارية كده. ده الميني بانكيك. الطاسة مش مدهونة، مش مدهونة، أنا عمّالة أأكد على المعلومة دي، ووطّينا النار خالص، وهتاخد دقيقتين ونقلبها. نبدأ إن إحنا نقلبها بالشكل ده. اللون متساوي تمامًا، حلو جدًا زي اللي أنتم بتحبوه وبتبقوا عايزينه. ما فيهوش بقى كده فقاقيع كده صغيرة ولا ما في، لأ هو لونه كده سادة تمامًا. ما نتسرعش في إن إحنا نقلبها أول مرّة، نستنى بس لمّا تبدأ تعمل الفقاقيع أو الbubbles دي. بُصّوا بقى اللون من الناحيتين حلو جدًا، وما دهناش أي حاجة. هنشوف بقى كمان الpancake اللي هي الكبيرة اللي بتبقى في الطاسة الصغيرة بتاعة الpancake، برضه نفس الخطوات. ما دهنتش حاجة، سخّنتها كويس، بعد كده وطّيت النار تمامًا ونزلت بالكمية. طبعًا دي كميتها بتبقى أكبر شوية، عشان في ناس بيحبوها تبقى كبيرة زي ما هي في الفيديو. برضه هنسيبها شوية دقيقتين 3 لغاية ما يبدأ ده يبقى شكلها. ما نستناش لمّا تنشف كلّها من جوّه، لأ لمّا تعمل الحرف كده هنبدأ إن إحنا نقلبها بالراحة. طبعًا يُفضّل بمعلقة زي اللي أنا مستخدماها دي. بُصّوا اللون حلو أوي، أوي بجد، وكانت هشة وطعمها حلو جدًا، جدًا. برضه دقيقتين، دقيقة ونُص يعني على حسب، ونقلبها بالشكل ده. حلوة أوي، أوي، ومش محتاجين يا جماعة ندهن، يعني أنا قُلتها كتير في الفيديو. بس كده. بُصّوا بقى لمّا نيجي نقطعها بُصّوا من جوّه شكلها عامل إزاي. كانت بجد هشة وحلوة أوي، أوي. وطعمها حلو جدًا. بُصّوا من جوّه عاملة إزاي، حلوة أوي مش مكتومة. فبجد كانت حلوة ووصفة مضمونة 100% ويا ريت تجربوها. لو حابين إن أنتم ما تستخدموش التفاح، شيلوا التفاح بس نخلّي ساعتها الدقيق كوباية واحدة. وبس كده. استخدموها بقى مع عسل، مع شوكولاتة، مع كراميل، زي ما تحبوا. وبألف هنا وشفا على قلبكم وعلى قلب الأولاد. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. هاكتب لكم كل التفاصيل في التعليقات. وما تنسوش تتابعوا وتعملوا شير وقولوا لي رأيكم في الوصفة دي لمّا تجربوها. وبألف هنا وشفا.